اسلام صادق امبارح طلع تويته وقال لك اني مصدر اكد من مسؤول داخل منتخب مصر هدد امام عاشور بعدم اللعب في كاس العالم. تمام. طبعا اسلام صادق راجل ليه المصادر بتاعته، وحاجه زي كده يا جماعه الحقيقه انا مستغرب جدا، ايه دخل منتخب مصر في المشكله بين امام عاشور والمشكله بين النادي الاهلي، على حين ان هي لما كان في مشكله ما بين زيزو وبين نادي الزمالك واللاعب نفسه مش عايز يجدد، ولما طلع حسام حسن في برنامج رمضاني زي ما احنا عارفين وطلع اتكلم فبيقول له كان ساعتها البرنامج اللي هو رمضان اللي بيجي بعد الفطار ده بتاع مش فاكر مين والله، فساعتها حسام حسن بيقول له لو اتنقل امام عاشور من النادي الاهلي من نادي الزمالك للنادي الاهلي، قال له هو الافضل له ان هو يروح النادي الاهلي، النادي الاهلي افضل لامام عاشور. ساعتها ما شفناش يعني انا مش عارف يعني منتخب مصر ايه علاقته بالانديه وايه علاقته ان اللاعب يتنقل ولا ما يتنقلش، غريبه. ولكن الموضوع ده حصل والقصه دي حصلت وكانت غريبه جدا ان حسام حسن يدخل نفسه في حاجه زي كده. ونفس الموضوع اتكرر دلوقتي لما يجي يقول لك ان مسؤول داخل النادي الاهلي هدد اللاعب. فهو منتخب مصر يا جماعه يعني احنا عارفين الانتماءات وعارفين يعني هي لغايه امتى هتفضل ماشيه كده وماشيه بالطريقه دي، ولاعيبه بتتاخد على المزاج، ولولا ان هو حسام حسن يا جماعه مش مرضي عنه، حسام حسن ده ما كانش كمل اصلا رغم الاخطاء الفنيه ورغم المشاكل الفنيه، الا ان حسام حسن مرضي عنه وهو فاهم كده وعارف انا هعمل ايه بالظبط، فبناء عليه هو شغال على هذا الاساس، انا اعمل ايه بالظبط. فهو كان المطلوب منه كاس الافريقيه اوصل مربع ذهبي، وهو فعلا وصل مربع ذهبي، وهم طلعوا دعموه قالوا الراجل عمل اللي هو مطلوب منه، ان هو ايا كان بقى الاداء وحش الاداء حلو المهم ان انا اوصل المربع الذهبي. ولكن لحد امتى هتفضل يعني القصه كلها ماشيه بالطريقه دي؟ يعني بقى الموضوع مفضوح قوي يا جماعه وبجد يعني مخزي. وصلت الرساله ساعتها لزيزو يعني اللي هو يعني انت هتحفظ مكانك في المنتخب، يعني هو افضل لك، اللي هو رساله انت هتحفظ يعني مدير المنتخب او رئيس او المدير الفني للمنتخب يقول كلمه زي كده، يعني معنى كده ان هو بيوصل اللاعب ان انت هتحفظ مكانك في المنتخب لو رحت الاهلي افضل لك. يعني حاجه عجيبه.